آه النادي الاهلي في موضوع يخص الكابتن محمود الخطيب. هيبقى ازمه كبيره جدا في الفتره اللي جايه، وافتكروا الكلام اللي احنا بنقوله، انه الكابتن محمود الخطيب قد يكون ممنوع من الترشح لرئاسه النادي الاهلي بسبب قانون الرياضه الجديد. ودي مفاجاه الحقيقه من العيار الثقيل بسبب قانون الرياضه اللي هيعرض على مجلس النواب لمناقشته خلال طبعا الفتره اللي جايه بعد الموافقه عليه من قبل مجلس الدوله، واللي دلوقتي بيخضع للمراجعه. المفاجأة أو تقدر تقول هي صدمة بالنسبة لجماهير الأهلي بمنع ترشح كابتن محمود الخطيب لرئاسة الأهلي حال إصدار القانون الحالي. المصادر قالت إن القانون الجديد هيتضمن بند واضح بأنه لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة بنادي من الأندية أو بالهيئات من الترشح من جديد خلال مرور 4 أعوام ميلادية وليس دورة انتخابية. ماشي كده؟ يعني القانون لما هيتحط ما ينفعش لأي عضو مجلس إدارة سابق الترشح من جديد قبل ما يمر عليه 4 سنين ميلادية، مش دورة انتخابية. الدورة الانتخابية ممكن كانت تنتهي بانتهاء وجود المجلس بعد سنتين، بعد سنة، إنما 4 سنين ميلادية. المجلس الحالي في النادي الأهلي بقاله 2 سنين، خلاص كده 4. وبالتالي لما قانون الرياضة يطرح ولما قانون الرياضة يبقى موجود ويتوافق عليه هتتعمل انتخابات، لأنه كل الانتخابات اللي موجودة أو كل الانتخابات معطلة في كل الأندية بسبب تعطل قانون الرياضة اللي هو شغال ومش شغال ده، بس ما علينا، هو المفروض إن هو مش شغال يعني. فموضوع إنه مش شغال القوانين كلها معطلة، فأول لما القانون ما يبقى موجود هتتعمل الانتخابات في كل حتة بالظبط كده. ده هيبقى في مارس على أقصى تقدير 2017، وبالتالي مش هتكون عدت المدة القانونية اللي هي 4 سنين، وبالتالي كابتن محمود الخطيب ما يقدرش يترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة. دي هتبقى يعني أزمة كبيرة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي اللي يعني تنتظر بفارغ الصبر إنه يبقى موجود الكابتن محمود الخطيب حال انتهاء قانون الرياضة. احنا بنستقرأ معاكم مشهد في منتهى الأهمية، وخليني أقول لكم إن النقطة دي محدش يعرفها تقريبا إلا مستشارين المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة الحالي. ممكن تعمل أزمة في الفترة اللي جاية، ولكن الأزمة ديت هي أزمة غير مقصودة على الإطلاق، غير مقصودة على الإطلاق. وده قانون محطوط يعني مش متفصل عشان حد، لا متفصل عشان كابتن محمود الخطيب ولا عشان حسن حمدي ولا عشان أي حد من الشخصيات دي.